اهلا بيكم اصحابي في ليدي مرمر. فيديو النهارده هنتكلم عن روتيني في التنظيف الشهري للمطبخ. كنا عملنا قبل كده مع بعض فيديو عن التنظيف اليومي، وكنا اشتغلنا فيه عملي، وكمان التنظيف الاسبوعي عملناه عملي مع بعض. النهارده هنستعرض مع بعض الجدول بتاعي اللي انا بقسم فيه شغل المطبخ بتاعي. بس النهارده مش شغل عملي، النهارده انا هوريكم الجدول اللي انا ماشيه عليه، وان شاء الله تباعا كده هنعمل الشغل ده عملي مع بعض. في التنظيف الشهري عندي يعني كذا بند بعملهم، وفيهم حاجات ببقى بنضفها تنظيف عميق غير اليومي والاسبوعي. فالحقيقة مش بيكفي يوم واحد التنظيف الشهري، لاني لو عملت كل الحاجات دي في يوم واحد عايزه اقول لكم يعني اختكم هتشتغل يوم وتنام اسبوع في السرير. لكن انا قسمت، ودي اكتر طريقه انا ارتحت لها في التنظيف الشهري. قسمت الشغل بتاعي لاكتر من يوم، والطريقه دي ريحتني جدا، لان يعني بقسم الشغل بتاعي بجانب شغل اليومي بتاع البيت وبتاع المطبخ وبتاع تنظيم الاكلات وهكذا. دي الاجنده بتاعتي اللي انا ببقى كاتبه فيها جدولي. ده الستاندرد بتاعي يعني، ثابته وبعملها كل شهر يعني. انا قسمت الحقيقه التنظيف الشهري على اسبوع، تقريبا بياخد مني اسبوع. كل يوم بعمل حاجه تنظيف عميق بجانب الشغل اليومي اللي جوه الجدول بتاعي. فمثلا ببتدي باليوم الاول. انا عندي مثلا هنا موجود اهو اليوم الاولاني، عندي في اساسيات بعملها كل شهر، وان شاء الله انا هعملها لكم. كل ده هنعمله عملي سوا. بعمل مثلا عندي غسالة الملابس اللي هي الاوتوماتيك، والغسالة الاطباق، دول موجودين عندي في المطبخ. فانا ببقى محتاجة اعمل لهم دورة صيانة شهرية، دورة تنظيف هوريكم بعملهم ازاي. دول بيبقوا في يوم واحد. كمان الفلتر بتاعي اللي هو فوق البوتاجاز، اللي هو المسطح ده اللي فوق البوتاجاز، ده ليه برضو صيانة وليه طريقة تنظيف معينة بتبقى مرة في الشهر، فده كمان بيبقى في اليوم الاولاني. والشفاط اللي هو المروحة العادي اللي عندنا كلنا ده انا بنزله، وكمان بعمله مرة كل شهر، مش بسيبه لحد ما تتراكم عليه الدهون كتير جدا واتعب في تنظيفه. عندي كمان الفرن الكهرباء، انتوا شفتوها معايا في فيديو التنظيف الاسبوعي. بفصلها وبغسلها، يعني بغسلها غسله كويسه كده من جوه، وبرضه هنشوف ازاي مع بعض. علشان دي بنعمل فيها اكل، يعني بشوي فيها وبنعمل فيها صواني، فبيطلع منها دهون على الجناب بتاعه الفرن، فطبعا بتبقى محتاجه تنظيف تاني. الميكروويف مش بنضفه تنظيف شهري، لان انا بعمله كل اسبوع، مش بيحتاج. هو والتلاجة انا مش بسيب التلاجة لحد ما تتسخ وبعدين اعملها، لا، انا عندي روتين للتلاجة اسبوعي، من ضمن الروتين الاسبوعي بعملها. وبنطلع الحاجات اللي عايزه تتبدل او تترمي او كده، بنظبط يعني، وبنمسح الرفوف وباب التلاجة وكل حاجة. عشان كده هي ملهاش تنظيف عميق، هي ايدينا فيها اول باول. وعندي كمان بند بعمله مرة كل شهر، هو فوق الدواليب، فوق دواليب المطبخ، السيراميك اللي فوق الدواليب اللي هم بين الدواليب وما بين السقف، ده علشان ما اسمحش ان الدهون تتراكم عليه. فده ليه طريقة تنظيف معينة وبحاجة معينة هوريها لكم اخر الفيديو. بعمل كل دول في يوم واحد. اليوم التاني بقسم بقى كل يوم ضرفتين. يعني في اليوم التاني مثلا ادي ضرفتين، ضرفة اللي فيها الاجهزة وضرفة الحلل والصواني. بعد كده في تحت البوتاجاز عندي مفيش يعني في ضلفه فيها الانبوبه بتاعه البوتاجاز، لان انا عندي لسه الغاز مركبش، فدي ما فيهاش حاجه مؤقته لحد ما الغاز يركب يعني. وبعمل الضرفه اللي فيها الزيوت هوريها لكم، والضرفه اللي تحت الحوض، كل دول بيبقى فيهم تنظيف شويه. دول يمكن اكتر 3 ضرف بيحتاجوا تنظيف، علشان فيهم دهون وفيهم وتحت الحوض وكده. في يوم كمان بقسم بقى بقية شغل الظرف بتاعتي المطبخ، ده بيبقى تنظيف عميق يا جماعة. يعني بطلع الحاجة، يعني مثلا لو اخدنا اليوم الخامس ده، انا عاملة فيه ضرفة الخزين وضرفة المشروبات والحلويات اللي انا بخزن فيهم الحاجات دي. فبعمل ايه؟ بطلع كل الخزين من الدولاب من الضلفة، وبغسل المفرش ونشره قوام لحد ما امسح وانضف اللي جوه
اللي جوه الضلفه، يكون المفرش قوام نشف والدنيا اتظبطت، وارجع افرش تاني. ولو العلب اللي موجوده جوه محتاجه تتغسل فبغسلها. هنشوف كل ده مع بعض، بس انا بوريكم انه يعني ده تنظيف عميق جوه الدواليب مش من بره بس. وعندي السجاده بتاعه المطبخ انا بغسلها مره كل شهر، لان انا ليا تنظيف فيها كل اسبوع بطريقه مختلفه. دي بتتغسل بقى، بتدخل الحمام وبتتغسل بالميه والصابون وكده. ففي اي يوم من اليوم الاول للرابع اغسلها فيهم حسب يعني مشغولياتي في اليوم ده، وحسب يعني حالتي الصحيه طبعا عامله ازاي بعد الشغل اللي هعمله. بس لازم ما تخطاش اليوم الرابع علشان تبقى نشفت. على ما اخلص اليوم السادس افرش تبقى نشفت وبقت زي الفل. ده كان الجدول بتاعي النهارده. عايزه اقول لكم انه جدول ريحني جدا، ما بقاش تنظيف المطبخ عبء عليا ابدا، علشان مش بعمله كله في يوم واحد. لا، ده انا مقسمه شغلي. نسيت اقول لكم حاجه. في كل يوم، يعني مثلا في اليوم التاني مثلا في ضرفه الاجهزه وضرفه الحلل والصواني، دول جنب واحد كده. يعني انا مقسمه المطبخ يعني اقسام كده، فدول جنب واحد ما بينهم رخامه، يعني الدواليب فوق وبعدين الدواليب تحته فيه رخامه. فانا حطاهم مع بعض في يوم واحد. ليه؟ علشان كمان هعمل الرخامه في اليوم ده وهغسلها، هنصبنها مع بعض. وكمان الحاجه اللي على الرخامات هننزلها ونصبنها، مش بس نمسحها بفوطه زي ما عملنا في التنظيف الاسبوعي. لا، يعني مثلا لو علب بهارات هنفضيها ونغسلها لحد ما تنشف ونكون جهزنا حاجات تانية. ف يعني كل حاجه بالتفصيل هنخلصها ان شاء الله، هنعملها جوه المطبخ. ده كان الجدول بتاعي اللي انا ماشيه عليه بقالي وقت طويل ومريحني جدا. وده مخليني ما يبقاش مثلا يجي في المناسبات او في الاعياد عليا عبء والبيت فجاه متوسخ ومحتاج نظافه عميقه. لا بالعكس، انا بطلت موضوع الاعياد ده خالص. يعني على العيد ده كده بعمل حاجات كده من فوق الوش، لان كمان احيانا كتيره بتصدف ان الاعياد بتبقى مع الامتحانات بتاعت الولاد وكده، فما مش بدربك البيت خالص. بالعكس، النظام اللي انا ماشيه عليه والروتين ده مريحني جدا جدا، مخليني بيتي نضيف على طول، ايدي فيه، ما بتعبش فيه غير زي ما اني اعمل كل وقت حاجه يعني. لكن النظام حلو وتقسيم الشغل حلو جدا، عشان كده ده مريحني جدا. هوريكم دلوقتي الادوات اللي انا محتاجاها في التنظيف واللي انا هستخدمها علشان تكون جاهزه معايا لما ابدا التنظيف الشهري بتاعي. خليكم معايا. ودي ادوات التنظيف اللي انا هستخدمها. اساسي عندي البخاخ ده اللي احنا عاملينه واشتغلنا بيه قبل كده كتير. اي صابون سائل عندي، سواء عندي بتاع المواعين او عندك كلوركس او جنرال، كله شغال وكله زي الفل. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي عندي من وقت ما خلصتش. بس انا دلوقتي ماشيه بسياسه جديده ان شاء الله هعرضها لكم في فيديو منفصل عن التوفير في المنظفات. فانا مستنيه الحاجات دي تخلص واوريكم البدائل الارخص ليها، لان عرفت ان اخر مره كنت في السوبر ماركت لقيت البريل اللي هو الكبير ال3 لتر بقى ب30 جنيه. اوفر جدا جدا. فانا ما اشتريتش لحد دلوقتي، انا مستنيه الحاجات دي تخلص من عندي وهوريكم البدائل ان شاء الله. واساسي عندي الكلوركس، مش كلور، اللي هو كلوركس الجل ده حلو جدا وليه روايح كتير. انا عندي بالليمون، اللي عندي ده الاصفر ده كده بالليمون، وفيه بالزهور وحاجات كده حلوه قوي، بيساعد في التنظيف ممتاز بصراحه. وهحتاج الكربوناتو، اللي ما كانش عارف الكربوناتو في الدول العربيه هو بيكربوناتو الصوديوم. هو شكل الماده كده شبه الدقيق كده، ناعمه جدا بس يعني مختلف طبعا. وهحتاج خل، ده خل انا بفضيه في ازاز، ده الخل العادي بتاع الاكل، بس تبقى ازازه منفصله للتنظيف. وهحتاج طبعا سلك المواعين ده نسيت اجيبه، لو في حاجات تستدعي. اوكي. هحتاج كمان الفوط اللي هنشتغل بيها جوه الدواليب. والحقيقه انا عندي فوط كتير جدا لشغل المطبخ. الفوط اللي بنمسح بيها دي فوط مخصوصه لشغل المطبخ، مش بتاعه الايد ولا بتاعه المواعين ولا بتاعه حاجه خالص، دي مخصوصه للتنظيف. وهحتاج اللي هي المساحه دي، اللي هي الشرشوبه دي، عارفينها، اللي هي عامله كده، بصوا بتتحرك كده في كل الجهات، تتحرك كده وكده وكده وكده. الحقيقه دي جميله جدا وبتساعدني جدا في التنظيف. ودي بصراحه انا مخليها مخصوص للجزء اللي هو بتاع فوق الدواليب، زي ما قلت لكم هنعمله مع بعض، هنشوف نشتغل بيه ازاي.
دي تقريبا كل الحاجات اللي هنحتاجها. ممكن نحتاج نزود حاجة نقلل حاجة يعني حسب الشغل بتاعنا. بس ببقى حابة يعني اظبط دنيتي كلها تمام. اخر نقطة عايزة اتكلم فيها وهي امتى بعمل الشغل ده. زي ما قلت لكم مرة كل شهر. الاسبوع ده بخصصه، مش شرط بقى ملوش ميعاد محدد، حسب ظروف البيت. بمعنى دايما ما بيكونش بصراحة الاسبوع الاول، لان الاسبوع الاولاني ببقى مخصصاه لتخزين الخضار ونزول السوق واجيب الحاجات اللي هفرزنها واظبطها. فمبقاش فيا حيل بصراحة اشتغل في البيت خالص، لان ده بياخد مني وقت ومجهود كبير جدا. زائد كمان الشهر ده انا هعمله قبل ما الاسبوع، يعني ما بين الاسبوع الاول والاسبوع التاني في الشهر. ليه؟ شهر واحد اللي فات كان فيه الولاد بيمتحنوا، فما لحقناش ما لحقتش اعمل حاجه. وبعد كده كنت مهتمه بصراحه اني اخرج الولاد، ما عملتش حاجه في البيت تنظيف عميق يعني. فكنت مهتمه ان هم يتفسحوا ويتبسطوا قبل دخول الدراسه الترم التاني. فبمجرد دخول شهر 2 اول كام يوم كده هاخدهم في التفريز والتنظيم الاكل، وهعمل لكم فيديوهات برضو عن الحاجات دي كلها قبل ما الاسبوع الاولاني يخلص والاسبوع التاني، لان دخول الدراسة يوم 11 او 12. فخلال الوقت ده انا حابة انظف، عشان كمان لما ندخل الترم التاني البيت يبقى خلص ومتنظم ومترتب، ونبقى بكامل تركيزنا، مبقاش مشتتة في اكتر من حاجة. فبس كده انا كده استعرضت كل الافكار اللي حابه اقولها. استنوني في الفيديوهات العملي للحاجه للشغل ده. طبعا مش هينفع انزل 7 فيديوهات او 6 فيديوهات لكل يوم شغل كل يوم، هيبقى كتير قوي يعني انه انزل 6 فيديوهات للتنظيف الشهري. فممكن ادمج يومين مع بعض وانزله لكم في فيديو. استنوني ان شاء الله، يا رب اقدر افيدكم في بحاجه جديده وتاخدوا مني فكره. وانا كمان برحب بافكاركم. اهلا بيكم في قناتي، ومستنيه اشوف كومنتاتكم وتعليقاتكم تحت الفيديو. باي باي.